اللاعبين يبقى فقط اللاعب ويبقى في الامام. اتلعبت حلوه قوي ميسي اللي في استلام. يلا ايه ده المهاره دي؟ ايه المهاره دي؟ ادي اكثر من في الملعب، لكن اكثر من في الملعب مهاره واكثر من في الملعب قدره يلعبها براسه. اذا كان قدم هذا اللاعب دائما تسجل، لكن راسه ايضا تسجل. جايب هدفين بالراس هذا الموسم في اطار الدوري، صاحب مهاره عاليه جدا في هذه الكره وفي هذه اللقطه. هنا امامنا الكره اتلعبت والهدف رقم 26 واجمالي اهدافه ترتفع الى 41 هدف. ويشرب قواطي امامنا هو. اشرب يا قواطي، اشرب يا قواطي. ده انت خدت ايه؟ خدت الكره يعني من فوق راسك من هذا اللاعب. يعني الكل يتوقع ان ميسي هيلم ويوقف ويروح بقى، لكن هو عمل الحل الغير متوقع من احسن لاعب في العالم. شوف كايتا وشوف قواطي تردد. وادي امامنا هنا شوف لمسه الفنان، شوف اللمسه دي، شوف اللمسه دي، شوف التوقيفه اللي على الصدر. يا سلام على الهدف الجميل، هدف جميل. وادي الشيله بالراس شالها له. لقد بوسكيتس وسط الملعب يضعها جميله، مفيش تسلل. فيا وقواطي، فيا وقواطي، فيا وقواطي. وفيا عارف الطريق وعارف المكان وعارف الزمان والمطالبه باحتساب تسلل. لكن نتابع فيا وانطلاقات فيا بهدف ياتي في الدقيقه 57 عن طريق اللاعب ديفيد فيا. شوف امامنا التوقيت، شوف التمرير، شوف التحضير هنا، شوف بوسكيتس امامنا. وادي امامنا التحرك، ادي التحرك امامنا والمطالبه باحتساب تسلل. هل بقى الظهير الايمن هو اللي مغطي ساندروس؟ ولكن شوف فيا بقى يعدي بسلاسه جدا وبانطلاقه وبمهاره ونفس المكان. يعني نادي برشلونه اذا كان مايوركا بيتحرك فيه المره دي. شوف امامنا المناوره والمراوغه من جانب اللاعب بيدرو رودريجيز. يا سلام على بيدرو، غاب في هذه المباراه ولكن يسجل هدف رائع. بيدرو رودريجيز امامنا احد المواهب الاسبانيه الجديده. الهدف رقم 13، الهدف رقم 60 في 161 لقاء بالوان فريق نادي برشلونه. يضع الكره الجميله جدا 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 من جانب اللاعب بيدرو. المهاره في الاستلام والمهاره في المرور. والدافع الشمال جوارديولا هدفه رقم 13 في هذه طبعا المسابقه. ادي امامنا هنا استلام، شوف امامنا الاستلام، شوف التحرك من ماكسويل، خد معاه لاعب. وادي امامنا بقى اللمسه الحلوه جدا صعبه جدا جدا. امامنا هو هدف في الدقيقه 67 من بيدرو رودريجيز. شوف الكره امامنا هو. ادي امامنا التسديده، وتسديده رايحه